عمرك فكرت إن ممكن يكون ورثك من أهلك ما يكونش فلوس أو أراضي؟ ممكن يكون كيان بيراقبك من وأنت طفل ومستني لحظة استلام العهد. إيه إزيك يا حكواتي، عامل إيه؟ أنا عارف إني اتأخرت عليك جدا، بس معلش، أنا جاي أعوضك النهاردة بقصة غريبة ومش مفهومة، لأن أصلا أنا مش فاهمها. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أنا عايز أعتذر لآدم صاحب القصة اللي هحكيها النهاردة. أنا اتأخرت في عرض قصتك لأني كنت خايف إن الكلام اللي كان مكتوب فيه هيكون حقيقي. من خلال خبرتي البسيطة أنا بقولك إني مصدقك. قصة النهاردة من قلب الريف المصري، وتحديدا من قرية في الدلتا، واسمحولي إني ما أقولش اسمها بناء على رغبة صاحب القصة. فيها سر عيلة مرعب عن جدة ما كانتش عايزة تموت قبل ما تسلم الخدمة لدمها مهما كان التمن. لو قلبك ضعيف أو بتخاف فالفيديو ده مش ليك، ويلا بينا أحكي لك قصة الوريث، ويلا نخش في الحكاية. الموضوع بدأ لما وصلت رسالة على البريد. البريد العادي القديم. تليفوني رن على صوت مندوب البريد وبيقولي في حد بعت جواب لحضرتك. أنا استغربت لأن مفيش حد بقى بيبعت جوابات دلوقتي، بس الفضول يا حكواتي، منه الفضول. نزلت وقابلت مندوب البريد واستلمت الجواب. الغريبة إن أول لما استلمت الجواب وكل حاجة عندي وفي حياتي اتغيرت. والبداية لما فتحت الجواب كانت فيه ريحة غريبة في الجواب، تحس ريحة تراب قديم أو حاجة معفنة أو ريحة دم. الجواب كان 5 صفحات. آدم بيحكي وبيقول إن القصة أقدم منه بكتير. الحكاية بدأت من عند جدته الست صالحة، كانت لسه شابة وخلفت من جوزها ابنها الوحيد محمود. وجوزها مات قبل ما تولد ابنها. القرية كانت كلها فقر وجهل، واخوات جوزها رموها بره البيت وكانت في الشارع حرفيا. وفي الأول كان أهل القرية بيساعدوها، لكن مع الوقت بقت لوحدها وكانت بتنام قدام البيوت. ومع الوقت أهل القرية برضه تغيروا معاها، لحد ما في يوم من الأيام جالها وجع صعب جدا. تقريبا كانت بتولد وبقت تجري زي المجنونة في الشارع لحد ما وصلت على أطراف القرية بتاعتها، ولقيت نفسها عند المقابر. وبعد كده وقعت هناك ولقيت نفسها بتولد لوحدها ابنها محمود، ولقيت نفسها ساندة على قبر قديم متشقق ومتكسر وقديم جدا، تقريبا محدش مدفون فيه. وهي ساندة عينيها جت بين الشقوق ولقيت عين بتبص عليها. أخدت ابنها وكانت بتجري رغم الوجع والألم اللي كانت فيه، لكن سمعت صوت بيقول لها: صالحة، راحة فين؟ كل اللي انت فيه ده بسبب أبوكي اللي مرضيش يورثك عهد الدم. ما سألتيش نفسك قبل كده أبوكي مات ازاي الموتة دي؟ جدتي وقفت وما تحركتش وبصت وراها، لقيت كيان اسود طويل مفيهوش أي ملامح، وقال لها: العهد يا صالحة، العهد، اوعي تنسي. واختفى. وبعدها اتغيرت كل حاجة في حياتها. لقيت بيت ما كانش ليه وجود في القرية وقريب من المقابر، رغم ان الحتة دي ما كانش فيها بيوت اصلا، بس هي دخلت وعاشت فيه. الغريب ان البيت ده ما كانش فيه روح حتى حواليه، ما كانش فيه ولا زرع ولا حتى طيور بتقف عليه زي بقية البيوت. كان بيت معزول تماما. جدتي كانت بتصحى من النوم وتلاقي فيه أكل في البيت عادي جدا، وساعات كانت بتلاقي فلوس. المهم بعد فترة سمعت في مأذنة الجامع إن في واحدة ماتت، والغريب إن هي الوحيدة اللي اتطوعت إن تغسلها، لأن مغسلة القرية ماتت. بعد فترة بقت هي المغسلة الوحيدة اللي موجودة في القرية. ومع الوقت ومع الأيام كانت الناس بتخاف تتعامل معاها، كانت بتخاف حتى تبص لطرف طرحتها. وأنا كمان جدتي مع الوقت اتطورت وبقى لها في السحر، بس مش أي سحر، مش طلاسم عادية، لا، دي طلاسم مربوطة بالدم
اسمح لي أقول لك يا حكواتي يعني إيه طلسم مربوط بالدم. يعني مبدئيا كده علشان يتعمل لازم يكون فيه دم، ومش أي دم، دم طير أسود، دم طفل صغير لسه مولود، حاجة كده بيتم ربطها مع كبار قبائل الجن. وكان بيجي لها ناس من كل حتة، والناس وهي بتروح لها كان دايما بتشم ريحة بخور غريب، بخور بيخنق مش بيعطر الجو، بخور جاي من عالم تاني طبعا. احنا كلنا فاهمين البخور ده بتاع ايه، وكل عارف ان جدتي بقت مخدومة يا حكواتي، يعني معاها خدمة بتساعدها دايما في أعمال السحر. لحد هنا والموضوع ممكن يبان عادي. أبويا محمود كبر، كان عكس جدتي تماما في كل حاجة. يعني كان من الصالحين اللي حافظين القرآن وبيروح المسجد، مش بيفوت فرض. جدتي ما كانش عاجبها الحال ده، لأن كل ما كان ابنها بيبقى صالح أكتر كل ما كانت هي بتتأذي أكتر وأكتر، لأن التقوى والسحر ما بيتجمعوش في مكان واحد يا حكواتي. مع الوقت أبويا كبر واتجوز واحدة غلبانة على قد حالها من أهل القرية برضه. وفي يوم من الأيام سمع جدتي بتكلم حد في الأوضة بتاعتها وبتزعق جامد، وبتقول له يعني أنا هعمل إيه؟ أنا عملت كل اللي أقدر عليه طول السنين اللي فاتت، وحافظت على العهد وعلى الدم، ما عنديش حاجة تانية أقدر أقدمها. أنا كنت طول عمري في خدمتكم وفي طاعكم، وعمر ما كسرت ليكم أمر. ليه عايزين تسيبوني؟ ليه عايزين تسيبوني دلوقتي؟ طب ليه جيتوا ليا من الأول؟ كانت بتعيط وبتبكي وقالت ابني لأ، ابني لأ. فضلت تعيط. بعدها بكام يوم جدتي الست الكبيرة دخلت على أبويا وقالت له مراتك قربت تولد، احنا هنسمي الولد ده آدم. قال لها آدم؟ اشمعنى يعني آدم؟ قالت له هو كده يتسمى آدم. أبويا استغرب لكن مشى الموضوع وقال لها حاضر يوم. بعد ما أنا اتولدت ما كملتش تقريبا أسبوع في اللفة، جدتي راحت لأبويا وقالت له لازم تورث العهد والدم، لازم. أبويا رفض وقال لها أنا ماليش دعوة بالشغل السحر بتاعك ده، أنا مش عايز أبقى زيك. كان بيكلمها بكل إصرار وتحدي، أنا عمري ما هكون سبب في خراب حياة حد يا أمي، ده شرك وأنا مستحيل أعمل كده. فضلت تزن عليه لحد ما ساب لها البيت خالص وراح يعيش عند أهل مراته. وفي الليلة المشؤومة جالها أمر إن طالما رفض يبقى يموت، وهو ده العهد وهو ده الدم، زي ما أبوها عمل كده بالظبط. رفض في الأول إنه يورثها العهد، وكانت جزاؤه الموت. وفي ليلة كان فيها القمر بدر كامل، وبالتحديد قبل صلاة الفجر البيت بتاع أهل أمي كله ولع نار غريبة، مش زي أي نار زرقاء. القرية أهل البلد كانوا بيحكوا بيقولوا إن البيت كان بيولع، وما كانوش سامعين صوت حريق، كانوا سامعين صوت ضحك جاي من جوه، ضحك مرعب مخيف ما تفهمش ده جاي من فين. لحد ما في وقت معين قبل ما الحريقة تخلص لقينا الست صالحة خارجة ومعاها لفة بيضة ما لمستهاش النار. اللفة دي حتى ما فيهاش الهباب الأسود بتاع النار، وخرجت وسط البيت المولع واتحركت على بيتها الملعون. كان ساعتها كان عندي كام أسبوع، لسه صغير، وعشت مع جدتي كل طفولتي. كنت دايما بسمع حاجات غريبة من وأنا صغير، بشوف أشكال غريبة على الحيطان وعلى الأرض، كنت بسمع همسات، كنت بحس إن دايما في حد مراقبني باصص عليا طول الوقت بطريقة غريبة ومرعبة. جدتي قعدتني من المدرسة، كنت طفل غريب، كانت كل ما تشوفني طالع بره البيت عشان ألعب مع أي حد في الشارع كانت تدخلني البيت تاني. كانت بتقولي إن العالم اللي بره ده مش عالمنا، وإن الناس اللي بره دول مش شبهنا، واوعى تثق في حد لأن دول مش زينا، دول كلهم بيحبوا الأذى لبعض ومحدش فيهم بيحب التاني. كانت دايما تقولي لما تكبر هتعرف قيمة الكلام اللي أنا بقوله، وهتعرف قيمة اللي أنا بجهزك عشانه. كانت دايما في أوضة جدتي بتقعد فيها كانت ناس بتجيلها، وأكتر الناس دي بيكونوا ستات كبيرة، اللي بتيجي عشان بنتها مش بتخلف، اللي بتيجي عشان خاطر عايزة تجوز بنتها، اللي بتيجي عشان تعمل مشاكل في بيت، وحاجات غريبة اتربيت وسط الكره
والأذى، بس أنا كانت في حاجة من جوايا كانت بتقولي لأ، أنت مش زيهم. مع الوقت كبرت لحد ما بقى عندي 10 سنين. من اليوم ده اللي بقى عندي فيه 10 سنين حياتي كلها اتغيرت. دايما جدتي كانت بتقعدني في أوضة ضلمة لوحدي، بتقولي مهما يحصل اوعى تعيط، اوعى تتكلم غير لما يجي لك أمر مني. كنت بقعد في الأوضة دي بالأيام لوحدي، ولما أقعد أخبط على الباب علشان عايز أخش الحمام كانت تيجي تدخلني الحمام وتطلعني، لأني حاسس إن أنا مش لوحدي في الأوضة دي. دايما حاسس إن في عيون بتبص عليا، مش عيون حد عادية، دي عيون ناس كتير. كانت جدتي بتسيب لي الأكل على الباب الأوضة وتخبط 3 خبطات، 1 2 3، والباب كان بيفتح لوحده. كنت بطلع أتلافى الأكل، وبمجرد ما أخش بالأكل جوه في الأوضة الباب يترزع عليا. كنت باكل من كتر الجوع مش عشان أنا عايز آكل، الجوع كان بيقرص في بطني. كنت دايما بسمع في الصالة صوت حفلات بتتعمل، صوت طبول، صوت عزف، بس ولا طبل ولا عزف عادي. دايما لما كنت أبص من خرم الباب ألاقي فيه ستات كتير واقفة في حاجة في النص بيلفوا حواليها. وما كنتش فاهم غير لما كبرت وعرفت اللي كانوا بيستدعوه ده جن عشان يلبي طلباتهم. ومع الوقت كنت بكبر كل يوم على السحر وعلى الطلاسم وعلى الجن اللي كان محوطني في كل مكان وفي كل حتة بكون فيها. كان دايما كل يوم 1 في الشهر الهجري كانت تخش عليا بمقص كبير وتاخد مني خصل من شعري كل شهر لحد ما كملت 21 سنة. وساعتها صحيت على صوت صريخ جدتي. حاولت افتح باب الأوضة لكن معرفتش، الباب كان مقفول جامد 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 عليا. مهما حاولت افتح الباب معرفتش. في مرة واحدة الصريخ ده وقف والباب اتفتح لوحده. طلعت لقيت جدتي متفحمة في نص الصالة وآثار الحريق باينة على البيت كله. ايه الأوضة اللي أنا كنت قاعد فيها؟ ما فهمتش فيه ايه. طلعت بره وقعدت أصرخ وأزعق وبقول جدتي ماتت، جدتي ماتت، لحد ما أهل القرية اتلموا عليا ودخلوا البيت. وفي واحدة ست اتطوعت إنها تغسلها، بس وهي بتغسلها أنا كنت قاعد وبتفرج عليها. كانت الست اللي بتغسلها بتبص عليا بصة كلها رعب، ما فهمتش ليه. بعد ما دفناها ستات كتير كانت بتبص لي وبتقول لي احنا عايزين نجيلك. انا ما فهمتش ليه. فهمتش ان انا بقيت الوريث بتاع جدتي، وريث العهد والدم. في نفس اليوم بالليل سمعت صوت حد بيتكلم في وداني، كان بيقول لي ما تخافش، انا سرهد. من النهارده ومن الان اي حاجه هتفكر فيها هتكون مجابه. انت دلوقتي الوريث. فهمتش يعني ايه الوريث، وبصوت عالي قلت انا مش عايز ابقى الوريث. ولقيت البيت كله بيتهز، الحيطان بتتهز، الابواب بتتهز، الشبابيك بتقفل وبتفتح لوحدها، مفيش حاجه في البيت ما بتتهزش. كان المفروض ما اقولش اللي انا قلته او ان انا عملت جريمه. كنت بحلم بكوابيس وخيالات بتطاردني في كل حته. الغريبه بقيت ان كل ما بسمع نفس ال3 خبطات على باب الأوضة اللي أنا قاعد فيها، ولما أطلع ألاقي الأكل اللي أنا أكله. في مرة كنت طالع بتمشى في الصالة حسيت إن في حاجة بتوقفني عند الحتة دي، ولما وقفت حسيت إن كان في حاجة بتقولي أحفر في الحتة دي. وفعلا رحت جبت حاجة أحفر بيها وقعدت أحفر لحد ما لقيت صندوق صفيح قديم فتحته. كان فيه كتب كتير كلها عن السحر وعن الأعمال وعن تسخير الجن. ما كنتش فاهم، لقيت نفسي بفتح كتاب منهم وعرفت منها قصة العهد والدم، وإن من زمان وصرهد ده ماسك العيلة اللي أنا منها، عيلة أبويا، وبينتقل منها عن طريق الدم. يعني كل جيل بيسلم جيل اللي بعده، بس مش لأي حد، لازم حد من دم معين يقدر يستحمل صرهد في دمه. لا إرادي لقيت نفسي عمال بقرا وعرفت كل اللي حصل وأنا صغير، وكأن كان في حد بيكتب كل اللي بيحصل ده. ولقيت في الكتاب تاني، الكتاب ده كان مكتوب فيه حاجات كتيرة، ولقيت نفسي بعرف أنطق كل اللي مكتوب فيه، وبقت إيدي بتكتب كل حاجة لوحدها. في يوم من الأيام
صحيت على صوت حد بيخبط على باب البيت. فتحت لقيت واحدة جاية بتقول لي: يا شيخ آدم، أنا حلمت بيك النهاردة. حلمت إن أنا لازم آجيلك عشان أنت الوحيد اللي هتقدر تحل مشكلتي. قلت لها: مشكلتي إيه؟ في إيه أصلا؟ قالت لي: بنتي يا شيخ آدم، أنا حاسة إن في حد عامل لها عمل، لأن مستحيل اللي بيحصل للبت ده. كل ما تقعد لوحدها تحس إن في حد بيكلمها، وهو مفيش حد أصلا. كل ما يجيلها عريس عشان تتجوز هي اللي ترفضه، وبتشوفه قرد في عينيها. أنت الوحيد يا شيخ آدم اللي هتقدر تنقذني. قلت لها: أنقذك إزاي يعني؟ أول لما قلت كده لقيت في صوت في ودني بيقول لي: هتقدر تنقذها لو أنت عايز. في شيء من جوايا رد عليه وكان بيقول له: عايز أساعدها. لقيت نفسي بقول لها: خش جوه. ودخلت، ولقيت نفسي برضو بقعد في نص الصالة لوحدي وبرسم دايرة فيها مثلث مقلوب. دخلت جوه أوضتي ولقيت حاجات جدتي اللي كانت في أوضتها مقفول عليها صندوق خشب كبير ومش فاهم ده فيه إيه. ولما فتحته لا إرادي مديت إيدي وطلعت طبق. الطبق ده كان فيه مادة سودة غريبة. فاكرين الكتاب اللي كان موجود في الصندوق الصفيح؟ لقيت نفسي برضه بفتحه وبقرا منه، وعمال بنقل كلام معين فيه على ورق أبيض، وولعت فيه وحطيته في نفس الطبق اللي لقيته في الصندوق الخشب الكبير. والطبق ده ولع، وسمعت فيه صوت في ودني بيقول لي: كده مشكلتها اتحلت. وانا تلقائي قلت لها: مشكلة بنتك اتحلت وهتعيش حياتها طبيعي جدا. من اليوم ده حياتي كلها اتغيرت. بقت اي حاجة افكر فيها بتحصل، اي حاجة بعوزها بتكون موجودة عندي من قبل ما ارمش عيني اصلا. وتاني يوم صحيت على صوت ناس كتيرة قوي بره البيت بتقول ان انا بقيت الوريث. فعلا وريث كل العلم بتاع جدتي اللي كانت بتخدم بيهم الناس. وبدأت تجيلي ناس كتير، مش من البلد بتاعتي بس، لا، من بلاد تانية كتير، وبقى ليها شعبية كبيرة قوي في وسط الناس. الناس كانت بتجيلي من آخر الدنيا. كنت بحس بلذة غريبة وأنا شايفهم بيذلوا نفسهم قدامي علشان رضا الشيخ آدم. سرهد ما بقاش مجرد صوت في ودني، بقى زي الخيال ملازم لخيالي. لو مشيت في الشمس خيالي على الأرض بيبقى أطول مني بكتير، وليه ملامح مش ملامحي. في يوم دخلت عليا واحدة ست ومعاها بنتها، قالت لي: يا شيخ آدم، البنت دي شايفة حد غيرنا وبترفض تاكل وتشرب. بصيت للبنت ولقيت سرهد بيضحك جوه عقلي ضحكة هزت كياني، وقال لي: دي مش مريضة، دي اللي شالت الأمانة قبلك ما قدرتش. بنت بصت لي وعينيها كانت بيضة تماما، وقالت لي بصوت عجوز مكانش صوتها: كنت فاكر إنك الوريث الوحيد يا آدم. صالحة كانت بتلم الخصل من كل عيال القرية. العهد مش لواحد، العهد للي بيستوي الأول ويستحمل يا شيخ آدم. فهمت وقتها ليه جدتي كانت بتقص شعري كل شهر. فتحت الصندوق الخشب اللي كان فيه الحاجات السودة، ولقيت تحت المادة دي صورة لكل أطفال القرية اللي اختفوا أو ماتوا وهم صغيرين، من ضمنهم صورة ليا وأنا لسه في اللفة، بس الصورة كانت بتتحرك. صورتي في الورقة كانت بتكبر معايا في الحقيقة. اكتشفت إن سرهد مش خادم، سرهد ده طفيلي بيتغذى على عمر الوريث. كل عمل كنت بعمله لست عشان تخلف أو لراجل عشان يختني كان بياخد سنة من عمري. بصيت في المراية ولقيت شعري اللي كان اسود بقى فيه خصل بيضة وتجاعيد بدأت تظهر في وشي، وانا لسه عندي 21 سنة. الناس بره كانت بتهتف باسمي وانا جوه كنت بدبل زي الوردة اللي اتقطفت. سهر ظهر لي في نص الصالة وقال لي: الناس اللي بره دي هي اكلك وشربك، كل ما توجعهم كل ما عايشك اكتر. العهد بالدم يا آدم، يا تديلي دمهم يا تديلي دمك انت. انا دلوقتي بكتب لك الجواب ده حكواتي وانا محبوس في البيت اللي ما بقاش فيه ابواب اصلا. انا بالنسبه لاهل القريه بيشوفوني ولي وشيخ، بس الحقيقه ان البيت ده سجن مرسوم بطلاسم جدتي. انا مش بطلب مساعده لان مفيش حد يقدر يخرجني. انا ببعت لك الجواب ده علشان اقول لك ان الوريث اللي جاي
قرب. سرهد بدأ يهمس لي باسم جديد، اسم حد من اللي بيسمعوك دلوقتي يا حكواتي. الخبطات بدأت تخبط على الباب. ده معناه إن في حد جديد جاي، في حد جديد جاي يا حكواتي. خلي بالك من نفسك وما تسمعش لصوت عقلك تاني. وما تنساش يا حكواتي تعمل لنا اشتراك في القناة ولايك. تقول لي هل الحكاية خلصت لحد كده ولا لسه فيها تكملة؟ مستنيك يا حكواتي الحلقة الجاية. اوعى تخاف، انا مستنيك. مع السلامة يا حكواتي، مع السلامة.